السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم رانيا فضفضة قلبي مع رنوش. النهارده نبدأ فضفضة جديدة وحكاية جديدة وإن شاء الله تكون تعجبكم. وقولوا لي بتتابعوني من أنهي بلد، ومستنية كومنتاتكم الجميلة. النهارده فضفضتنا فضفضة جديدة. أنا ما كنتش بحلم بكتير، كنت بحلم بحضن بونس في تعب السنين. كنت بحلم بشخص أول ما أبص في عينه أنسى إن الدنيا دي كلها وجع. ولما دخل حياتي حسيت ان ربنا بعتلي الونس السند واللي هعيش معاه لاخر العمر. كان بيقول لي استني عليا شويه وهنتجوز. طبعا حضرتك صدقتيه وانا صدقته. كل الناس كانت بتقول لي ازاي مستنياه، ليه راضيه بالوضع ده؟ بس انا كنت بشوف بعين الحب، كنت بشوف اننا هنعيش سوا وهنعوض بعض عن كل اللي فات. كنت كل يوم بكتب في دفتر صغير، كتبت فيه أول مرة قال لي بحبك، وأول وردة جابها ليا، وأول مرة قال لي وحشتيني من غير ما أشوفك. وكنت كاتبة على أول صفحة لما نتجوز هخلي الدفتر ده أول حاجة يشوفها علشان يعرف إن أنا حبيته إزاي. بس العشم والوجع والنية الطيبة بقت سبب في انهياري. فجأة اختفى، بقى بيرد على رسايلي بعد ساعات، وصوته ما بقاش فيه نفس اللهفة، وبقى دايما مشغول. وانا كنت بجهز لفستاني، كنت بحجز القاعة، كنت بعد الأيام. وفي يوم صاحبتي بعتت لي صورة كانت دعوة فرح عليه اسمه. طبعا دي صدمة بالنسبة لك. أنا افتكرت إنهم بيهزروا معايا، بس لا، الدعوة كانت حقيقية. والمصيبة إن العروسة كانت واحدة نعرفها، كانت بتضحك لي وتيجي معانا خروجات، وكنت عارفة كل حاجة. جريت على التليفون، اتصلت بيه ما كانش بيرد. فضلت أعيط، ابعت له اترجاه حتى يقول لي اي حاجه. رد عليا اخر اليوم وقال لي جمله واحده: انا اسف، انا كنت ضعيف، ما لقيتش نفسي قادر اكمل. ضعيف؟ امال انا ايه؟ انا اللي استنيتك وسامحتك وصدقتك وكنت عايش على املك. انا بقيت حطمني من كل حاجه. بس في اللحظه دي اتعلمت درس: مش كل اللي بيقول بحبك بيصدقها، ومش كل حد بيضحك في وشك يبقى صافي من جوه. انا اتكسرت بس لملمت نفسي. انا وقعت بس قمت على رجلي من تاني، لاني استاهل حد يحبني بصدق، مش بالكلام لكن بالفعل. لو انت مكاني اتخذلت، اعرف انك مش لوحدك، وان ربنا بيشيل في طريقك ناس علشان يبعت لك حد يستاهل بجد. طبعا القصه النهارده، هو طبعا اتخذلت من بني ادم هي كانت هتكمل حياتها معاه. انا رايي اللي انا ما اديش ثقه بالطريقه دي لاي حد. مش اي حد يقول لي بحبك اصدقه، لا. اللي بيحبني ده بيحبني كشخصي، يحبني اللي هو يكمل معايا طريقي، مش يجي في اول الطريق يقول لي لا انا مش قادره اكمل. انت ما شفتش حاجه ولا عملتش حاجه عشان تقدر تكمل عليها. انت ما كملتش الطريق اصلا عشان تعرف نفسك هتكمل ولا لا. انت بني ادم معلش صغير في نظري. اللي انت خذلت بنت هي كانت بتحلم ليا تبقى معاك، تعيش معاك، تبقى انت كل حاجه في حياتها، لكن انت خذلتها. وطبعا ربنا ما بينساش، بيقف جنبينا. الخذلان ده بيكسر البني ادمه من جوه. اما اكون متعشمه في حد وبحبه والاقي مره واحده مش جنبي، ده طبعا بيوجع جامد قوي. عشان كده ما تنسيش ربنا. يمكن ربنا عمل فيكي كده، اللي هو مش بني ادم مش كويس، مش هيقدر يعيشك، مش هيقدر يكمل معاكي. ممكن كان ضحك عليكي، ممكن كان اتجوزتيه وعيشكم ما كانتش هتبقى حاجه كويسه. يمكن ربنا عمل كده عشان شايلك حاجه احسن. بس نفتح صفحه جديده لنفسك، عشان انت نفسك تستاهل. اللي انت ما تقعديش بقى اي حد يجي يتقدم لك او يقول لك بحبك، لا. انا حبيت مره وضحك عليا، انا حبيت مره وما نفعش، انا مش هحب تاني. لا، ادي لنفسك، نفسك تستاهل ان انت تحبي وتتحبي. يمكن ربنا عمل كده عشان يعوضك بخير كتير، بحاجه احسن من اللي انت عشتيها. ده رايي، وانا استنى رايكم برضو في الكومنتات، وتقولوا لي رايي صح ولا لا، وانتوا لو مكانها هتعملوا ايه. هستنى ردكم ان شاء الله عليا في الكومنتات وعلى القصه ديت. ويا رب يكون عجبتكم. ومعكم رانيا فضفضه قلبي مع رنوش. ان شاء الله الحلقه الجايه فضفضه جديده وحكايه جديده. مع السلامه.